السلام عليكم. مش بيحصل احيانا ان انت تعمل خدمة او جميل لحد ومرة واحدة تلاقي معاملته ابتدت تتغير او ياخد جنب او حتى يبدأ يعاملك وحش؟ وعادة لما ده بيحصل بنقول شوف قلة الاصل، خير ان تعمل شر ان تلقى، ونقعد بقى نندم على العشرة الغالية ونرضى بالمكتوب. بس الحقيقة في تفسير تاني احسن شوية وممكن يخلي الدنيا احسن شوية لينا وللناس اللي تهمنا. وانا جنة عادل ودي سحلة نص الليل. ما زالت شهرزاد سحلة شهريار وتطلع بيه من حكاية تخش بيه في حكاية تانية. حكاية الليلة دي عن الملك يونان والحكيم رويان. الملك يونان كان ملك عظيم بيحكم مملكة كبيرة ومعروف عنه العدل والحكمة، ولكن ربنا ابتلاه بمرض البرص، الشر بره وبعيد، واحتاروا فيه الأطباء في المملكة ومن بره المملكة محدش عارف يعالجه. وفي إحدى البلاد المجاورة كان عايش واحد حكيم اسمه الحكيم رويان، مذاكر طب وعلوم وقاري كتب العرب والفرس واليونان ومولع الدنيا. بيوصل خبر مرض الملك للحكيم رويان، فبيلبس اللي على الحبل وبيسافر وبيروح للملك. بص يا مولاي، دواك عندي من غير بقى لا برشام ولا دهان ولا تمشي على الدواء ده شهرين لحد بس ما نبدا نشوف تحسن وشغل دكاتره الجلديه ده. كل احترام لدكاتره الجلديه طبعا. ازاي يا ابني الكلام ده؟ مولاي ما انا حكيم وانت جاي عمر افندي، في حكمه بتحصل. المهم انا عايزك تامر لي ببيت جنب القصر افرش فيه المعمل بتاعي. بيامر الملك للحكيم ببيت علشان يعملوا معمل، وبيقعد رويان يحضر تركيبه وبيجيب صولجان وبيدهن عليه التركيبه دي وبيجيب كرة معدن وبياخدهم ويروح بيهم للملك تاني يوم. بص يا ملكنا يا عظيم، انا عايزك تنزل الساحه تاخد الصولجان ده وتضرب بيه الكرة الحديد وتفضل تجري تجري لحد ما ايديك تعرق. لازم ايديك تعرق علشان الدواء اللي انا داهن بيه الصولجان يتشربوا جسمك كله. اول ما ده يحصل تروح بيتكم، تستحمى بلاش قرف وتنام على نظافه وتصحى الصبح خافف بامر الله. نفذ الملك تعليمات الحكيم رويان وروح استحمى ونام وصحي ولقى جسمه خف تماما. الملك كان ممتن جدا، مش عارف يكافئ رويان ازاي. بقى يصرف له في فلوس وخلاه واحد من مستشاريه وبقى يحضر معاه ديوان الملك. الكلام ده ما عجبش مين بقى؟ ما عجبش واحد من وزراء الملك، كان حسود وصفراوي كده ومش سالك. هذا الوزير الشرير خد الملك على جنب في يوم وقال له بقول لك ايه يا مولانا، اللي بيحصل مع رويان ده مش تمام، الراجل ده خطر. يا وزير انت بتقول ايه؟ ده شفاني اوفر نايت، انت مجنون؟ الوزير قال له لا، الراجل ده زي ما شفاك يقدر يشممك حاجه تخليك تموت وانت قاعد في مكانك. كلام الوزير بيلعب في دماغ الملك، وبيبعت الملك يونان ينادي على الحكيم رويان تاني يوم. رويان انا مش عارف اشكرك ازاي على اللي انت عملته معايا. يا مولانا ما تقولش كده، ده فضلة خيرك، بس انا اعتقد ان انا محتاجه اقتلك. ايه يا ملكنا يا عظيم، هو ايه اللي حصل؟ يو نو تو ماتش، وانت شخص خطير وخلاص انا خدت قراري وانت هتموت. فرويان بيقول له طيب ما دام كده كده خربانه بقى، فانا كنت عايزه اهديك بحاجه. في كتاب في المعمل بتاعي فيه من المعرفه ما لا يقدر بمال، اقل تعويذه فيه لو قلتها على راسي بعد ما تقطعها هتصحى وتكلمني. كداب وغلاوتك عندي. ابعت بس هات الكتاب وعدي صفحه والتانيه والتالته وتقرا اول 3 سطور من الصفحه اللي على الشمال، هتلاقي راسي بتكلم. بيبعت الملك الناس يجيبوا الكتاب، ورويان بيجيب طبق يفرشه بن علشان لما راسه تتقطع تكلم الملك من غير ما تزروت الدنيا. وبيمسك الملك الكتاب في ايديه وبيبدا يحاول يفتح الصفحات، بيلاقيها لازقه في بعض. فرويان بيقول له معلش يا مولاي بس لا مؤاخذه بل صباعك يعني علشان تفتح الصفحات. بيعدي الملك صفحه في الثانيه في الثالثه بيلاقي الصفحه فاضيه. فرويان بيقول له معلش يا ملك انا نسيت، هي تعويذه الرؤوس المتكلمه كانت في صاد 6. بيكمل الملك فر في الصفح وزروطه بصوابعه، وفجاه بيبدا يحس بالسم وهو بيسري في جسمه. طبعا رويان كان مسمم الصفحات. ما انا قلت لك، انا ما عملتلكش حاجه، ده انا عالجتك وانت اصريت انك تقتلني، وعشان كده انت تستاهل تموت. والحقيقه ان احنا ما بنعرفش رويان بيحصل له ايه بعد كده، بس هو غالبا ما يتخافش عليه. بس خلينا نرجع لفكره انك تعمل معروف في حد فالشخص ده يتحول عليك. في ظاهرة في علم النفس اسمها قلق الامتنان أو الجراتيتيود انزايتي، وهي إن الإنسان يبدأ يحس بتوتر شديد تجاه شخص بعد ما الشخص ده يعمل له خدمة على طول. وبعكس ما ممكن نتخيل، هذا التغيير في المعاملة مش جاي من جحود، بيبقى جاي من امتنان، اعتراف عميق بالمعروف وتقدير كبير للخدمة، وإحساس تقيل بالالتزام أو الواجب تجاه الشخص اللي قدم لنا الخدمة دي. التقل ده ممكن يخلينا نبعد عن الشخص ده أو نتجنبه خالص أو نبدأ نعامله وحش أو حتى نقلل من قيمة الخدمة دي نفسها. كل دي محاولات للتحرر من الدين والمعروف والعبء النفسي بتاعهم. زي ما بيقولوا كده، المرء أسير المعروف، والأسر عامة مش شعور حلو. وإحساس المديونية واحد من أبغض الأحاسيس عند البني آدمين، حتى لو الدين ده عاطفي. المديونية بتخلينا أكثر هشاشة وبتهدد إحساسنا بالاستقلال وبالإرادة الحرة. ما بيبقاش عندنا مساحة إن احنا نقبل أو نرفض أي حاجة. طبعا قلق الامتنان بيختلف من شخص للتاني ومن خدمة للتانية ومن علاقة للتانية، وفي حالات قليلة ممكن القلق ده يتحول لنوع من البارانويا زي ما حصل مع الملك كده. الشخص اللي عمل لي خدمة أنقذ بيها حياتي قادر إنه يدمر حياتي، وساعتها ممكن البني آدم يعاملك بطريقة وحشة كإجراء احترازي، خوف.
طبعا ده مش معناه ان اي حد بيتغير عليك بعد ما تعمل فيه معروف او جميله عنده قلق الامتنان، ممكن يكون شخص جاحد عادي. بس مفيد برضو ان احنا ما نستبعدش احتمال قلق الامتنان واحنا بنحاول نفهم احنا بنتعامل مع الناس ازاي والناس بتتعامل معانا ازاي. انا شخصيا معرفش احنا ازاي ممكن نتعامل مع قلق الامتنان، بس اعتقد ان تسميه الحاجات باسمائها دايما بدايه كويسه. ممكن بس نفكر نفسنا ان احنا متوترين علشان حاسين اننا مديونين للشخص ده بحاجه، مش عشان الشخص في حد ذاته سيء ولا علشان احنا اشخاص سيئه. ونفكر نفسنا برضو ان كون اننا طلبنا مساعدة الشخص ده من الاول وهو قدم لنا المساعدة فعلا، فده معناه ان في ود حقيقي موجود هنا ومهم يفضل موجود بعيدا عن الدين والجمايل. قولولي في الكومنتس لو حصلت معاكم حاجة شبه كده قبل كده، ولو عجبتكم السحلة دي لايك شير واسحلوا صحابكم، والمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.